نفذت تذاكر مباراة الأهلي والجيش الملكي سريعا بعد طرحها عبر موقع تذكرتي، بما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على اللقاء، مع تحذيرات أمنية صارمة لجماهير الأهلي من إثارة أي أزمات خلال المباراة. الجهاز الطبي استبعد تماما إمكانية لحاق الثنائي محمود حسن تريزيكيه وأحمد سيد زيزو بالمواجهة المقبلة بسبب عدم الجاهزية. المدير الفني يان ستروب يرفض الحكم المبكر على المهاجم الأنغولي كامويس، ويدرس استمرار الاعتماد عليه أساسيا لمنحه الثقة والتأقلم مع الفريق. حالة غضب داخل الأهلي بسبب سخرية بعض البرامج الرياضية، وعلى رأسها تصريحات رضا عبد العال تجاه كامويش، مع تأكيد أن عدم ظهور اللاعب بمستوى جيد يعود لغياب الانسجام وعدم اكتمال جاهزيته. الإعلام المغربي أبرز إشادة الجهاز الفني بالأهلي باللاعب يوسف بالعمري بعد ظهوره الأول، بالتزامن مع وصول بعثة الجيش الملكي إلى القاهرة للاستعداد للمباراة. نادي بيراميدز نفى التفاوض مع أليو ديانج مقابل 7 ملايين دولار، بينما رحب مصطفى شوبير بفكرة تجديد عقده وتحسينه مالياً. مطالبات من إعلاميين محسوبين على الزمالك لمعاقبة الأهلي بسبب هتافات جماهيره، في حين انتقد خالد بيومي استمرار إثارة الجدل حول إمام عاشور بدلاً من مناقشة قضايا أهم. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعى الإعلامي إسلام صادق للتحقيق بسبب نشر أخبار غير صحيحة تخص حسام حسن. انتقادات إعلامية حادة للتحكيم في مباراة إنبي وبيراميدز بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل، مع المطالبة بمحاسبة الحكام والاستفادة من تجربة إيقاف حكم فار في الدوري التونسي. تقارير أكدت أن المغرب يسعى لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 قبل اجتماع المكتب التنفيذي في دار السلام، مع منافسة من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإثيوبيا. الصحفي فابريزيو رومانو أشار إلى أن مسيرة محمد صلاح مع ليفربول قد تنتهي بنهاية الموسم، بينما أعلن الهلال السعودي تمديد عقد كاليدو كوليبالي حتى 2027. محمد عمر يرى أن تذبذب مستوى الأهلي طبيعي بسبب ضغط المباريات، متوقعا استمرار المنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز، مع صعود فرق مثل سموحة والمصري والبنك الأهلي وزد اف سي لمجموعة المنافسة. أسامة عرابي انتقد تذبذب أداء الأهلي مع المدرب الدنماركي، مؤكدا أن الفريق يملك إمكانيات كبيرة ويحتاج لاستقرار فني، ومتوقعا انحصار المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، مع استمرار تطور سيراميكا كليوباترا. عرابي أكد أهمية عودة إمام عاشور سريعا وتأثيره الكبير، مشيرا إلى أن استمرار النتائج المتذبذبة قد يهدد بطولات الفريق هذا الموسم. طارق يحيى انتقد مستوى كامويش، مؤكدا أنه لا يليق بالأندية الكبيرة، مشيرا إلى تفوق محمد شريف فنيا، بينما رفض هاني رمزي الحكم المبكر للاعب، مطالبا بمنحه الوقت، مع الإشادة بإيجابية يوسف بالعمري، مؤكدا أن الحكم على المدرب الحالي سابق لأوانه مقارنة بالمدرب السابق مارسيل كولر، كما شدد على صعوبة مقارنة أي مهاجم باللاعب وسام أبو علي.